إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الفضلاء، إننا في زمن عجيب طيب مبارك فيه من خيرات ربنا وتجلياته ورحماته وبركاته ما ينبغي أن نحرص عليه وأن ننهل منه وأن نكون فيه من الفائزين، ونعوذ بالله أن نكون فيه من الخائبين الغافلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا في أفضل أيام العام، بل غدا إن شاء الله جل وعلا يوم عظيم مبارك، يوم أعلى الله قدره فأقسم به ربنا جل وعلا في كتابه، وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام شرفه ومكانته. فربنا جل وعلا قال في تنزيله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قوله جل وعلا: والشفع والوتر، قال ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما: المراد بالوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. يا عباد الله، يوم عرفة يوم تتجلى فيه رحمات الله ومغفرته، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وأنه ليدنو ثم يباهي يقول: ما أراد هؤلاء. ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه صح عنه أنه قال: إن الله غفر لأهل عرفات وضمن عنهم التبعات. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا يقول لعباده: قد غفرت لكم ولمن شفعتم فيهم، أي في يوم عرفة. فيا عباد الله، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة. ماذا علينا؟ علينا أن نشكر الله جل وعلا أن بلغنا هذا اليوم، ونسأله جل وعلا أن نكون فيه من الفائزين الرابحين الناجين. أسأل الله جل وعلا من فضله، إنه واسع المغفرة. يوم عرفة يوم إتمام النعمة وإكمال الدين، يوما رضي الله لنا الإسلام فيه دينا، وأتم علينا شرعا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، وجعلنا أتباعا لخير النبيين، وجعلنا أمة القرآن، أمة كلام الله جل وعلا. فلنحرص على شكر النعمة ولنسعد بهذا اليوم، فإنه يوم عيد، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، أيام أكل وشرب وذكر لله. وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الحديث الثابت عنه أن يهوديا قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه: آية نزلت فيكم معشر المسلمين، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: ما الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت في يوم جمعة، يوم عرفة. فكان ذلك يا عيدين في الإسلام يا عباد الله، عيد الجمعة وعيد عرفة. فعلينا عباد الله، علينا أن نشكر نعم الله جل وعلا
بالمحافظة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سنته والدفاع عن هديه وعدم الالتفات لهؤلاء المجرمين المأجورين الخبثاء الذين يطعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نتأسى بسنته نحيا عليها حياة عملية، نطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا واقعيا في حياتنا، في أكلنا وعملنا وفي بيوتنا ومزارعنا ووظائفنا وفي كل أحوالنا، نكون كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتأسون به ويقتدون بهديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا غيظ للكفار ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه. فليس المراد من سنته عليه الصلاة والسلام أن تبقى هكذا في الصدور ولا تكون في الصدور ولا تكون واقعا عمليا، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على التماس سنته تطبيقا عمليا واقعيا في كل أحوالهم. بهذا نجاهم الله وحفظ الله بهم الدين. عباد الله، إن يوم عرفة يوم عظيم علينا أن نشكر الله جل وعلا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على أفضاله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الفضلاء، أعظم ما يتقرب به العبد في هذا اليوم المبارك إحياء ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلنحيا بالتوحيد وأن نكون حريصين على توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبودية له. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ذلك، ونبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل ربنا جل وعلا من رحمته بنا شرع لغير الحجيج عبادات حتى يكونون مشاركين لإخوانهم الحجيج في التقرب إلى الله جل وعلا في ذلك الموقف المهيب. فمن هذه الشرائع التي شرعها الله لنا يا عباد الله، شرع الله جل وعلا الأضحية لغير الحاج كما شعر الهدي للحاج، وشرع ربنا جل وعلا التكبير والتهليل لغير الحاج كما شرع التلبية للحاج، وشرع الله جل وعلا كذلك مكفرات عظيمة لنا لا توجد في يوم آخر صيام يوم عرفة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: احتسب على الله في صيام عرفة أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وذلك بأن يعصمك الله جل وعلا فيما يأتي بحيث لا تقع في المنكرات، وهذا بفضل الله جل وعلا. فإذا كان الحجاج يغفر لهم، فكذلك من صام هذا اليوم محتسبا لله جل وعلا يغفر له ذنوب سنتين، وهذا فضل من الله جل وعلا. كذلك شرع الله جل وعلا لغير الحاج الكف عن الأخذ من الشعر والظفر إذا كان مضحيا، كما منع الحجيج من قص الأظفار وتقليم الشعر وتقليم الظفر إلى غير ذلك مما هم مشاركون فيه. فاحرصوا عباد الله جل وعلا، احرصوا عباد الله على اغتنام هذه الفرص، فإن الإنسان والله لا يضمن متى يأتيه الأجل. وكنا أصحاب ذنوب، وانظروا إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يكونون، وكيف كانوا حريصين، وكيف كانوا يبكون، وكيف كانوا مع قربهم من ربهم يعترفون بتقصيرهم وهم ما قصروا. فانظر عبد الله إلى هذا الجيل المبارك من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأطهار. هذا أبو بكر المزني رحمه الله تعالى، ومعه تابعي كبير من أتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا يقولون، يقول الواحد منهم: لولا أنا لغفر الله جل وعلا لمن كان في الموقف. ويقول الآخر: أنعم به من موقف لولا أني أنا فيه. وهكذا كان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه يأتي بعبيده ويأتي بالإبل
فيعتق العبيد ويذبح الإبل وينحرها تقربا إلى الله جل وعلا، طمعا في أن يعتق الله رقبته من النار لما تقرب به من الطاعات. فاحرصوا عباد الله على كثرة الذكر والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وصيام عرفة وصلة الأرحام. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وتولى اللهم أمرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أبداننا. اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اصرف الشر عن المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ الحجيج في حلهم وترحالهم. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تولي علينا خيارنا وأن تكفينا شرارنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا واشف أمراضنا، واشف أمراضنا. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بمن أراد ببلاد المسلمين سوءا. اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا كبير يا حليم يا عظيم يا رؤوف يا رحيم، تولى إخواننا المسلمين في فلسطين وفي السودان، فرج كروبهم واحقن دماءهم واحفظ أعراضهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.